في شمال سيناء، في رفح، الكتيبة 103 صاعقة. هنا مفيش حاجة طبيعية. الأرض دي مليانة دم، مليانة رصاص، ومليانة أسرار. والحكاية اللي هقولها لك دلوقتي مش أي حكاية، دي حكاية جندي وكلبه اللي حتى الموت معرفش يفرق بينهم. اسمه كان علي من المنصورة، شاب هادي جدع الكل بيحبه، بس دايما كان معاه كلب الحراسة روكي، كلب مالينو بلجيكي. مش مجرد كلب، ده كان ظل علي، يمشي وراه في كل مكان، يبات جنبه، يحرسه حتى وهو نايم. الجنود كانوا بيقولوا جملة محدش كان واخد باله إنها هتبقى نبوءة: لو علي وقع روكي هيموت وراه. في نفس الكتيبة كان في واحد اسمه عامر كان شخص صعب، ناشف، عنيف، وزمايله كانوا بيتجنبوه. وعلي كان الوحيد اللي بيقف له ويقول له: خف على الناس يا عامر. العداوة بدأت تكبر بينهم، والأغرب إن روكي نفسه كان بيكره عامر. كل مرة عامر يقرب روكي بيزمجر، بينبح، أنفاسه تبقى سريعة كأنه مستعد يهجم في أي لحظة. وعلي كان يضحك ويقول له: واضح إن روكي مش مرتاح لك، الكلب ده ما بيغلطش، بيشم الناس اللي مش مرتاح لهم من بعيد. عامر كان بيضحك ضحكة باهتة، لكن جواه حرفياً غليان. يوم العملية الفجر، الجو كان ساكت بشكل يخوف، ريح خفيفة، رمال بتطير، وخط سير مريب. علي كان ماشي في المؤخرة وروكي جنبه، وفجأة دوا انفجار، الأرض اهتزت، السما اسودت من التراب. ولأن الشهادة بتختار صحابها، كان من نصيب علي عبوة ناسفة. الشظايا اخترقت صدر علي، وقع على الأرض غارق في دمه. وروكي وقع هو كمان، جسمه تقطع. لكن المشهد اللي محدش نسيه، الكلب وهو بيموت زحف بكل قوته، وبصوت أنين بيعيط لحد ما وصل لعلي. صوت أنفاسه كان مكتوم، متقطع، مع كل نفس كان بينزف أكتر. وفي اللحظة الأخيرة رمى جسمه فوق علي، كأنه بيحميه من موت خلاص حصل. ثواني وصوت أنفاس الاتنين اتقطع، وماتوا في نفس اللحظة. الصورة دي اتزرعت في دماغ كل واحد كان واقف، وما خرجتش أبداً. بعد الدفن المعسكر حاول يرجع لحياته العادية، لكن في الليل عامر صحي مفزوع، بيقول: أنا سمعت نباح كلب عند باب المخزن. الجنود ضحكوا: دي أوهام يا عامر. لكن الليالي اللي بعدها الأصوات اتكررت، خطوات بتجري في الرمل، حاجة بتجري بأربع رجول، مش شخص عادي بيجري، أنفاس تقيلة زي أنفاس كلب بيتنفس وهو تعبان، ونباح مكتوم جاي من بعيد. واحد من الجنود قال إنه شاف ظل كلب واقف عند مكان الانفجار، عينه بتلمع، وبعدين اختفى. عامر كان أكتر واحد الكلب بيطارده. مرة وهو ماشي بالليل في الممر الفاضي الساعة 2، كان في خدمته وقف متسمر. قدامه كان واقف روكي، واقف بيطلع صوت نباح مكتوب نباح بعصبية بعنف، كأنه عايز يفترسه. نفس الجروح، نفس الدم، نفس العيون اللمعة. بس المرة دي ما كانش لوحده، ورا روكي كلاب تانية، كلاب غريبة عيونهم بتبرق في الضلمة. عمر رجع لورا، ايده بترتعش، وصوت اتسمع وراه، صوت علي هادئ تقيل بيقول: انت كنت بتكرهني يا عامر؟ بص حواليك، حتى بعد موتي لسه معايا اللي بيحميني. عامر وقع على الأرض مرعوب مبهوت، عينه متجمدة وصوته اتقطع.
ولما العساكر لقوه قالوا لقيناه مش قادر يتكلم، كأنه شاف الموت بعينه. من بعدها الكتيبة كلها اتغيرت. الليالي بقت تقيلة والخوف سيطر على المعسكر. محدش بيقرب من مكان الانفجار ومحدش بيبات لوحده مهما كان قلبه جامد. كلهم بقوا مقتنعين إن علي وروكي لسه موجودين. الكلب واقف هناك بيحرس صاحبه، وكل ما الليل يسكت تسمع خطوات بطيئة في الرمل، وتسمع أنفاس تقيلة كأنها خارجة من صدر كلب بينزف ولسه عايش. وفي مرة واحد من العساكر شاف بعينه، بيقول كنت واقف في الخدمة الفجر وفجأة لقيت ظل كلب ورايا، والظل بيكبر وبيتحول لظل إنسان. لفيت بسرعة لقيت عينه بتلمع وبعدين اختفى. وفي ليلة تانية عامر نفسه صحي على صرخة، بيقول إنه شاف علي واقف جنبه على طرف السرير كأنه واقف خدمة ووشه هادي، لكن جنبه كان روكي واقف عينه متسمرة فيه وبيزوم كأنه بيستعد يهجم. عامر من بعدها ما بقاش زي الأول، عيونه فاضية، كلامه قليل، بقى يسهر الليل كله وهو مرعوب. والأغرب في عسكري واحد حكى حكاية خلتهم كلهم يتجمدوا. قال كنت سامع خطوات تقيلة ورايا زي كلب بيمشي، والأنفاس قريبة جدا من ودني، ولما لفيت ما كانش فيه حد، بس حسيت ايد تقيلة باردة اترفعت على كتفي. ومن يومها محدش عارف الحقيقة فين. هل روكي فعلا لسه موجود؟ هل روح علي بترجع معاه؟ ولا هي لعنة بتطارد أي واحد قلبه مش نضيف؟ كل اللي متأكدين منه إن في شمال سيناء في أرواح ما سابتش الدنيا ولسه ماشية جنبنا، بتحرس أو بتنتقم. لكن الغريب موقفش هنا. الأغرب حصل لما جه ضابط جديد على الكتيبة اسمه كان منسي. منسي كان نقيب، قلبه جامد، شجاع، بس متهور. الجنود كانوا بيقولوا إنه ما يعرفش يعني إيه خوف، ولما سمع حكاية علي وروكي ضحك وقال لهم كل ده أوهام وأنا هثبت لكم. لو ظهروا لي هصورهم بالموبايل وهوريكم إن مفيش حاجة. الجنود حاولوا يمنعوه، قالوا له أنت بتلعب بالنار، بس هو مهتمش. فضل يسهر الليل كله، وده في الجيش غلط كبير، لكنه كان متهور والشجاعة واخداه. وفي ليلة الساعة قربت 3 الفجر، الهوا كان ساكت والرملة باردة، وفجأة ظهروا. علي واقف هادي، ملامحه باينة في الضلمة، وجنبه روكي واقفين كأنهم لسه أحياء. منسي سرع طلع موبايله وبإيده المرتعشة صور، ولما التفت كان المكان فاضي، اختفوا. تاني يوم جري على زمايله وهو مبسوط، أخيرا صورتهم، هوريكم إنهم موجودين فعلا. فتح الموبايل، بس اللي شافوه ما كانش علي ولا روكي. اللي كان ظاهر في الصورة كان منسي نفسه واقف في نفس المكان مبتسم، وجنبه كلب غريب، عينه محمرة وبقه كله دم. الجنود اتجمدوا مكانهم. منسي وقع الموبايل من ايده وصوته اتقطع. ومن يومها محدش اتجرأ يتكلم عن الصورة دي تاني، ومحدش عارف هل فعلا الكاميرا سجلت لعنة ولا منسي نفسه اتلبس وبقى جزء من الحكاية. الشيء الوحيد اللي اتأكدوا منه إن اللي بيحصل في سيناء مش مجرد أوهام، في أرواح لسه واقفة هناك بتحرس وبتنتقم. ودي يا صاحبي كانت مجرد قصة من سلسلة الخدمة 0. بس قبل ما نقفل الكلام، ما تنسوش تفتكروا دايما العقيد الشهيد أحمد منسي، بطل معركة البرث، اللي ضحى بروحه عشان الأرض دي تفضل عايشة.
ادعوا له بالرحمة، لأن الأبطال ما بيموتوش.